ولما الاهلي يدبدب لازم الكل بطنه تكركب. احذروا يا بني ادمين دوليين ومحليين. السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. رمضان واخدنا من بعد خالص، مش بنفكر غير في السحور والفطار والاكل والحلويات والعزومات والعزايم. بس لازم يعني ما كانش ينفع افوت كده الاهلي يبقى في الصداره وما اطلعش اتكلم معاكم واقول لكم مبروك، برضو حتى لو كانت صداره مؤقته، حتى لو كان في قلق وخوف، بس برضو الاهلي في مكانه الطبيعي. يمكن ناس كتير قلقانة من أداء النادي الأهلي ومن لعيبته ومن مدربه. المدرب إحنا بنقول عليه جبان، ودي حقيقة. مدرب جبان فعلا، مدرب بيكتفي بهدف وبعد كده بيدافع وبيأمن. طبعا دي مش عادة النادي الأهلي، وجمهور الأهلي مش متعود على كده. حد يقول له يا جماعة إن الأهلي كان بيقول للفرقة كده تعالي عايزة تتغلبي كام جون، عايزة تشيلي كام جون. فين أيام التلاتات والأربعات والخمسات؟ الكلام ده بلاش نشوفه مع التراب خالص. إحنا بنشوف لو جبنا جونين بنبقى فرحانين نقول ياه، ده احنا عدينا مرحلة مهمة جدا. في لعيبة كتير يعني مش في مستواهم، ويمكن يكون اللي مأثر عليهم ان هم مش بيلعبوا في مكانهم، مش بيلعبوا هم مرتاحين، ودي طبعا بتأثر على اللعيب. زي مثلا بن شرقي، شفنا لعيبة مرهقة زي مثلا هاني مرهق جدا. شفنا لعيبة برضو كويسة ظهرت بأداء كويس، زي بالعمري، زي مروان عطية يعني. ويمكن إمام شوية بالوم على إمام، طبعا بيلعب لعب فردي بقاله ماتشين، الماتش اللي فات والماتش ده بيلعب بشكل فردي، بيلعب لنفسه، ودي حاجة مش حلوة ما بحبهاش في اللاعب طبعا خالص. إنه يلعب بشكل فردي، يلعب مع زمايلك ده هيبقى أحسن، المكسب في النهاية للفريق. خلاص انت مشكلتك عدت وصالحت جمهورك بجون المباراة اللي فاتت، فخلاص الدنيا تمشي حلو بقى ونلعب مع بعض كده، علشان انت اصلا ادائك الجماعي افضل بكتير من ادائك الفردي. فخليك يا امام مساند للاعيبتك ومساند لفرقتك، بلاش اللعب الفردي. بلوم برضو على شوبير، يعني شفت عنده شوية ثقة زيادة عن اللزوم، تكاد تكون تقرب كده من الغرور شوية. طبعا كل الناس بتشيد بيك وانت حارس مميز وحارس كويس وبتلعب رجليك كويس، وكلنا اشدنا بيك، ما نقدرش نقول ان انت وِحِش، ولكن الثقة الزيادة أو اللي هي شوية غرور دي ممكن تدمّرك، ممكن تقلل مستواك، ممكن كمان تعمل كوارث ويحصل إن إحنا نخسر نقاط، وده اللي إحنا مش عايزينه. طبعًا إحنا في ماتشات كؤوس وكل مباراة لازم ولازم 3 نقط، خصوصًا في الماتشات اللي جاية كلّها، لإن أنت بتحارب على نقطة، بتحارب على نقطة. لحد دلوقتي أنت في الصدارة، لكن في ماتشين هيتلعبوا، يمكن وأنا باسجّل المباراة كانت لسه الماتشين يا دوبك لسه هيبدأوا. آآ ولكن عايزين نقول حاجة، الأهلي مش هو الأهلي، لعيبته مش هم. الطريقة اللي بيلعب بيها مستر تروب طريقة غريبة جدًا علينا، مش متعودين عليها. اللعيبة بتلعب بعشوائية علشان بس ما نبقاش بنقول حاجة مش موجودة، ما نبقاش بندفن راسنا في الرمل ولا بنداري على أخطاء. لأ، الأخطاء موجودة. تروب مش هو المدرب اللي هو بيأدي طموحات الأهلي، على الرغم إن هو لحد دلوقتي يعني أهو ماشية الدنيا معاه. ولكن في خوف بتفضل على طول ال90 دقيقة أنت قلقان، عندك أخطاء في الدفاع، على الرغم إن هو بيأمِّن الدفاع من وسط الملعب وبيأمِّن الدفاع كويس جدًا، لكن أنت برضه عندك أخطاء. عندك أخطاء في الكرات العرضية، في الكرات الثابتة، أنت عندك مشاكل برضه في الهجوم. مش بتترجم أي هجمة لجون، حتى مش بتضيّع واحدة وتجيب واحدة، إحنا بنجيب جون وخلاص الدنيا ماتت على كده. وبرضه المهاجمين بتوعنا مش حاساهم مش فايقين. مروان جاب الجون كده يعني على الله يعني كده، إن هو يعني كان متابع الكورة والحمد لله جه الجون، وبعد كده خلاص ما فيش أي حاجة تاني، حتى ما فيش يعني هجمات خطيرة، على الرغم إن فرقة سموحة ما كانتش بتلعب بقوة، ما كانتش الفرقة اللي هي يعني ند، ما كانتش واو يعني علشان نقول إن إحنا ها الحمد لله أدينا أداء كويس قدامها. لا بالعكس، ما كانوش كويسين برضو خالص، وإحنا كنا قليلين جدا. يعني فرقة سموحة بتعتمد على الخشونة، على الفاولات، على اللعب بالضغط، واللعب بقوة. شُفنا أكتر من فاول اتحسب وأكتر منه بكتير ما اتحسبش. الحكم بصراحة كان بيقصد اللي هي الفاولات اللي قريبة من جون سموحة ما تتحسبش، فاولات كتير أوي كان المفروض تتحسب ما تتحسبش، إنذارات برضه كان المفروض تطلع ما طلعتش. يعني الحكام بصراحة يعني مش عارفين هيوصّلونا لحد فين، على يعني في لعبة كده خبيثة بتتلعب في موضوع الحكام. نادي الزمالك زي ما قُلنا في الفيديو اللي فات بيضغط إعلاميًا وبيضغط من اللعيبة وبالإدارة على موضوع الحكام، بيختار وينقي واللي عاجبه يلعب واللي مش عاجبه ما يلعبش.
وبيعتمد على إن الناس بيوافقوا له على كل حاجة، وبيعتمد برضه على إن الأهلي ساكت ما بيتكلمش. طبعًا باشيد بالإدارة إن هم طلبوا حكام أجانب للدور اللي جاي، وقالوا بدري، بدري كده قبل لعبة الذكاء الاصطناعي هي هيبقى إيه لعبة إيه؟ أيوه هي لعبة بصراحة مش قرعة ولا أي حاجة، ولكن خلّينا ما نفرضش سوء النية. هم اتكلموا وقالوا إن إحنا عايزين حكام أجانب في الدور اللي جاي، ودي حاجة كويسة، والكلام كان بدري، بدري عشان الناس تلحق تحضّر نفسها وتجهّز ويشوفوا هيجيبوا حكام منين. طبعًا عارفين هي بلد واحدة اللي بييجي منها الحكام وكأننا عاملين معاها معاهدة يعني، ولكن أهو إحنا بنحاول علشان بس يبقى عملنا اللي علينا قدّام جمهورنا، وإن شاء الله بالتوفيق. لكن للأسف لعبة الحكام بقت لعبة غريبة جدًا وواضحة جدًا، والكل كان شايفها ما تخفاش على حد، مجاملة هنا ومجاملة هنا، طرد هنا، ضربة جزاء هنا، والدنيا ماشية معاهم بالحب وما حدش بيتكلم ولا حد بيعترض ولا في حكم حتى بيتحاسب، وهيتحاسب ليه؟ ما هي دي الحاجات اللي قالوا له اعملها وعملها، فإحنا ليه هنحاسب؟ حتى موضوع الجمهور بقى في كلام. كلنا بنشوف إن العدد الجمهوري اللي بيخش للزمالك أكبر بكتير من العدد المسموح بيه، وأكبر بكتير من العدد اللي بيخش من الأهلي، والناس كلها شايفة والكلام واضح أو الصورة بتوضح كل حاجة. فإزاي إحنا بقى نغطي على الحكاية دي ونخلّيها شرعية ونخلّيها ما حدش يتكلّم عليها، يطلع رئيس نادي زد يقول لك إحنا متنازلين عن تذاكرنا لنادي الزمالك عشان إحنا ما عندناش جمهور ومش محتاجين الجمهور في حاجة، فبالحب كده هندّي التذاكر لنادي الزمالك العدد اللي هو مسموح بيه لينا، فده هدية مننا لنادي الزمالك، علشان بس يغطّوا على إن الجمهور الزمالك بيخش زيادة، فتبقى الدنيا ماشية بالحب، والراجل هو قال لنا أنا مش عايز التذاكر خدوها، فخلاص هنعمل إيه يعني؟ حاجة طبعًا يعني تدعو للضحك جدًا، حاجة تضحّك بصراحة، ولكن أهو ده اللي بيحصل. الضغط دوّة ما ينفعش الأهلي يسكت عليه أكتر من كده. الكام ماتش اللي جاي أنت محتاج النقط فيهم، مستواك مش أحسن حاجة علشان أنت تقول أنا هالعب وأكسب وما حدش هيقدر عليَّ، لأ أنت مستواك مش أحسن حاجة، أنت بتبقى مهدد لحد آخر دقيقة، لحد ما الحكم يصفّر، بتبقى مهدد، فلازم تأمِّن نفسك من ناحية تانية، لا إما أنت تبقى تضبّط فرقتك وتبقى بتكسب وأنت مرتاح 2 و3 وتبقى مريّح جمهورك، لا إما أنت تتكلم في موضوع الحكام علشان حتى لو أنت جِبت جون شرعي ما يتلغيش ليك جون و2 شرعيين برضه، يبقى أنت حتى وزنتها، ما يبقاش من كل النواحي كده ضرب، ضرب ما فيش شتيمة. هو في إيه يا جماعة يعني؟ شوية كده حماس، خلّوا الجمهور يحس كده إن أنتم قلبكم معانا، شايفيننا، حاسين بينا يعني، مش راميين طوبتنا كده خالص. أنا طبعًا مش عايزة أطوّل عليكم، وخلاص بقى أروح أتفرّج على ماتش الزمالك، وبكرة نشوف هنقول إيه. تصبحوا على ألف خير.